إهانة سماح أنور للشعب المصري، وصفها للشعب المصري إنه شعب ملوش قيمة وإنهم بهايم وريحتهم وحشة. كل ده هنشوفه ونعرفه مع بعض النهاردة. أهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، دعمكم هيشجعني إني أكمل. اتفاجئنا أول امبارح بسماح أنور طالعة علينا ببث مباشر عبر حسابها على الفيسبوك، متنرفزة ومتعصبة وبتهين الشعب المصري وبتصفه بأن هو بهايم وملوش قيمة وهيعيش ملوش قيمة ويموت ملوش قيمة. ايه السبب يا ست الناس او يا ست الكل؟ مع الاعتذار طبعا اني بقول كده. السبب ان وزارة الثقافة كانت حابة ان هي تحط يافطة على بيت حد وتكتب عليه ان البيت ده زمان كان بيعيش فيه الفنان فلان الفلاني، فالحد ده رفض. ما شيء طبيعي، انا حر. ايه اللي يجبرني اني انا احط في بيتي ملكي يافطه بره، بدل ما احط عليها اسمي احط عليها اسم فنان او احط عليها اسم باباكي او مامتك؟ عملوا ايه يعني؟ باباكي كان عالم مثلا واحنا ما نعرفش؟ كان مخترع واحنا كنا مغيبين ما نعرفش ايه اللي اخترعه؟ الست والدتك كانت عالمه؟ كانت مخترعه؟ لا هي عالمه ولا هو عالم، ولا اخترعوا حاجه ولا قدموا لنا حاجه يفتكرها التاريخ اصلا. فمش من حق حضرتك تطلعي تقولي بهايم وملكمش قيمة. لا، حضرتك فاهمة الدنيا غلط خالص. الشعب المصري ليه قيمة من قبل ما حضرتك تتوجدي على وش الدنيا أصلا، وكل العالم يشهد بقيمة وحضارة الشعب المصري. مش حضرتك اللي هتيجي النهاردة تقولي الشعب المصري ليه قيمة أو ملوش. الشعب المصري هو اللي عمل لكم انتوا قيمة. الشعب المصري اللي انت طالعه تهينيه النهارده هو اللي عمل لكم انتوا قيمه. اللي من غير الشعب المصري ما كانش هيبقى في حاجه اسمها سماح انور، او ما كانش هيبقى في حد اسمه سماح انور، مع ان انا اصلا ما اعرفش يعني ايه سماح انور او مين سماح انور. ايه ادوار حضرتك او ايه اللي عملتيه اساسا؟ انا كل اللي اعرفه ان انا من اول ما طلعت على وش الدنيا كده انا كنت بشوف حد مسترجل، ولد في هيئه بنت. ما فيش انوثه اساسا، ما فيش، يعني مش عارفه. كنت دايما اشوفك مسترجله وضرب وتلطيش وبوكسات وشلاليت في الافلام بتاعتك اللي اصلا ما حدش عارف اساميها، وما خفي كان اعظم زي ما بيقولوا. فمش حضرتك اللي هتقيمي الشعب المصري النهارده وتقولي ليه قيمه او ملوش قيمه. الشعب المصري اللي حضرتك بتقولي ريحته وحشه ريحته رجلين، لا احنا ناس زي الفل حضرتك والله وبنستحمى. ولولا الشعب المصري انت ما كنتيش هتعيشي في بيوت فخمة ولا يبقى معاكي ملايين، اللي سبحان الله 3/4 بيموتوا مش لاقيين ياكلوا. فبعد اذن حضرتك ما تغلطيش في الشعب المصري، لان الشعب المصري اكبر واقيم من ان حد يطلع يهينه. وان شاء الله باذن الله هتتحكمي على كل كلمة قلتيها لاهانة الشعب المصري بالالفاظ البذيئة اللي انت قلتيها دي. فالشعب المصري مش هيسكت. ولو انت كنت عارفه نفسك ان انت صح ما كنتيش حذفتي الفيديو او ما كنتيش حذفتي البث المباشر اللي انت عملتيه. لكن لما لقيتي الدنيا قامت عليكي وبقى في ثوره من الناس ومحدش ساكت، وان ده اثار غضب الناس كلها الكبير والصغير، عرفتي ان انت وقعتي نفسك في غلط فمسحتي البث المباشر. لو انت شايفه نفسك على حق وعلى صواب ما كنتيش مسحتي البث المباشر. الشعب المصري له قيمه، شعب نضيف، شعب محترم، شعب كريم، شعب اكبر من ان واحده تطلع تهينه بكلمتين عشان يافطه لابوها او امها اللي احنا ما نعرفش هم مين تتحط على بيت حد. انا حر في بيتي حضرتك، وهتتحاسبي على الكلام ده. وخليكي فاكره ان انتي هتتحاسبي، مش هيعدي الموضوع كده. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، دعمكم هيشجعني اني اكمل. واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.